الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر ما أقبل شهر رمضان وأكبر. الله أكبر ما فرح صائم بصومه واستبشر. الله أكبر ما تعالت أصوات المؤمنين بالتكبير في هذا اليوم الذكير. الله أكبر ما تنزلت عليهم الرحمات من العلي القدير. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. إن كان جودك لا يرجوه ذو زلل، فمن يجود على العاصين بالكرم. فهب لنا فضل جود العفو منك، فهب لنا فضل جود منك يا أملي، يا من إليه التجاء الخلق في الحرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي النعم كلها دون سواه. لا نجاة إلا لمن وفقه وهداه، ولا سعادة إلا لمن عصمه من اتباع هواه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد هدايته وتهذيبه. نسخ بملته مللا، وطوى بشريعته أديانا ونحلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبل ربهم ذللا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، هذا يوم عظيم من أيام الله المباركة. إنه يوم فرح وسرور وبهجة وحبور لمن صحت نيته وقبل صيامه وقيامه. إنه يوم فرح وتهان وتعارف وتحابب وتعاطف وتآلف لمن طهر قلبه وزكت نفسه وحسنت أخلاقه. إنه يوم استلام الجوائز وتوفية الأجور،
فيه يوفى الصائمون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهنيئا للمسلمين أجمعين بعيدهم، لقد أمرهم الله بالصيام فصاموا، وندبهم إلى القيام فقاموا، وحثهم على زكاة الفطر فاستجابوا، فجبروا الخاطر الكسير وأسعدوا البائس الفقير، ثم خرجوا إلى مصلاهم مهللين مكبرين بقلوب تقية ونفوس زكية وأفواه نقية وأعمال رضية، فحري أن تتقبل أعمالهم وأن يستجاب دعاؤهم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الصائمون، ها هي في صفحات الأيام تطوى وساعات الزمان تنقضي. بالأمس القريب كنا نستعد لاستقبال رمضان، وها نحن اليوم نودعه مرتحلا عنا شاهدا لنا أو علينا. سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان. سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أمان. لئن فنيت أيامه الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليها بفاني. نودع رمضان أيها المؤمنون ولسنا ندري هل هذا هو الوداع الأخير، وكم مرة استقبلنا فيها رمضان وودعناه، وكم مرة استقبلنا فيها العيد وفارقناه. إنها ليست مرة أو مرتين، ولكنها مرات عديدة وسنين مديدة. فهل إذا تولى عنا رمضان فقهنا الدرس ووعينا الحكم وحفظنا المعاني التي من أجلها فرض الله الصيام؟ فلا تبطلوا أعمالكم أيها المؤمنون، وواصلوا ما تعودتم عليه من جليل الأعمال، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أيها المؤمنون، إن أعداء الإسلام بالأمس هم أعداؤه باليوم، وإن تغيرت الخطط وتبدلت الأساليب، ولقد حذرنا الله تعالى منهم فقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عز من قائل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وما فتئ أعداء الإسلام وأعداء هذه الأمة على مر الدهور والعصور يحاربونها بأنواع المكر والدس والمؤامرات، يزعزعون ثوابتها وأصولها ويسنون عليها الغارات، يدمرون شبابها بمختلف الهجمات لسلخها ومسخها عن دينها وقيمها، لتمزيق شملها وتشتيت صفوفها، حتى يتمكنوا من السيطرة والغلبة عليها الواحدة تلو الأخرى. فوصلنا للأسف الشديد إلى ما وصلنا إليه، وأصبح الكثير من المسلمين يوالي المشركين ويعادي إخوانه المؤمنين. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه.
إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا. فإن تراءت لك الحمراء بأندلس فسائل الصرح أين المجد والجاه. إنها امتحانات رهيبة أيها المؤمنون، وأيام عصيبة تمر بها الأمة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس والله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون. أتطفئ نور الله نفخة كافر؟ تعالى الذي في الكبرياء تفردا. إذا جلجلت الله أكبر في الوغى تخاذلت الأصوات عن ذلك الندى. ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى. إن الأزمة تلد الهمة وإن مع العسر يسرا وإن مع الصبر نصرا. ولا تيأسوا من روح الله وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تقولوا زرع الزارع والباغي حصد ذهب الأقصى وضاعت قدسنا منا وحيفانا ويافا وصفد. لا تقولوا حارس الثغر رقد. أنا لا أنكر أن البغي في الدنيا ظهر والضمير الحي في دوامة العصر سهر. أنا لا أنكر أن الوهم في عالمنا المسكون بالوهم انتشر، غير أني لم أزل أحلف بالله الأحد أن نصر الله آت وعدو الله لن يلقى من الله السند ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولكن هذه الأمة لن تصل إلى عزها ومجدها وسيادتها ونصرها إلا إذا تمسكت بدينها وحافظت على وحدتها ورصت صفوفها وتجاوزت خلافاتها وأحقادها وأجهضت مخططات أعدائها عملا بقول الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سلوا الله العافية أيها المؤمنون، فما أوتي عبد خيرا من عافية، كما قال عليه الصلاة والسلام سلوا الله تعالى أن يقيكم الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، فإنها جلابة للشرور وعظائم الأمور وقاصمة للظهور. ولقد روى البخاري في صحيحه أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تشبه الشابة الجميلة، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أيها المؤمنون، إذا أدركنا العيد ونحن مصربلون بسربال العافية والصحة والأمن فاذكروا إخوانكم المرضى ممن هو طريح الفراش أو في المستشفيات. إذا أدركنا العيد ونحن في ألفة ومحبة وأمن وطمأنينة ورحمة وسكينة فإن لنا إخوانا يمر عليهم العيد
وهم في الشتات مشردون أو لاجئون أو تحت نير الاستعمار مضطهدون في رعب وخوف وظلم واضطهاد. أصوات الرصاص تخلع قلوبهم وزئير الطائرات يصم آذانهم. قد تشتت شملهم وفسد ذات بينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فيا خسارة قلوب لا تلين لذكر الله، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يا خسارة وشقاوة قلوب لا تزال مصرة على التباغض والتقاطع والتدابر والعناد. إن هذه القلوب إذا لم تفلح الأعياد في تليينها وكسر مكابرتها فإنه يخشى عليها أن يكون لفح جهنم وحرها ولهيبها هو الكفيل بتليينها، ولكن بعد فوات الأوان. وقد جاء أن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإذا لم تلن هذه القلوب بمناسبة العيد فإن وعد الله غير بعيد. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.